السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حواوشي. هي أكلة كده ايه بعد حيرة يعني. ايه معايا حوالي 15 رغيف. العيش ده بلدي اللي هو السياحي، ده مش العيش البلدي بتاعنا اللي هو المدعم، لا ده العيش السياحي. ومعايا ده أقل من نص كيلو لحمة يا جماعة مفروم. إيه معايا بصلاية بيضة، معايا قرنين فلفل أخضر، ومعايا نص فلفل حامي. اللي مش عايز ما يحطش. ومعايا طماطمايه، انا بحب اضيف طماطم على طول لاي لحمه مفرومه بعصقها، بحسها بتخليها جوسي كده، ما بتبقاش ناشفه. بصراحة أنا ما باحبش البصل الأبيض ده في أي أكل، بس أنا مضطرة له لأن الأحمر خلصان خلص. ما باحبوش، بس هو دلوقتي اللي متوفر في الأسواق مش موجود أحمر. طبعا بنفرمهم كويس في الكبة. ومعاهم على فكرة كمان حطيت فصين توم. بنفرم كل الحاجات دي معايا في الكبة، بفرمها كويس. بس البصل الأبيض ده مهما تفرميه بيطلع برضو ايه سميك شوية، لأنه هو أصلا من طبيعته إن الطبقات بتاعته سميكة، مش زي البصل الأحمر بتاعنا. بس هو ده اللي متوفر دلوقتي بقى في السوق وكده. فرمتهم كلهم اهوت. هحط عليهم التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكمون. وهحط اللحمه بتاعتي المفرومه. اللحمه دي على فكره عليها حته ليا، لو مش عندك خلاص، بس انا بحسها بطعمها شويه. هبدا ان انا بقى اخلط كل الخليط ده كويس قوي مع بعضه. تحسي كانك بتعجيني كده، عجيني كله ببعضه كويس قوي عشان كله يشرب من بعضه، متبقاش اللحمه لوحدها والخضار لوحده. وتفضلي تدعكي فيه شويه كويسين لحد ما تلاقيه بقى حلو في ايدك، او كلها بقت قطعه واحده زي العجينه كده، مش كل حاجه لوحدها. لو وصلت لحد هنا معايا، اللي ما تابعش القناة يا جماعة يتابعها، واللي ما اشتركش يشترك، واللي ما حطليش لايك يحط لي لايك. حطوا لايك كتير قوي 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 قوي. تبدأي انت تعجني فيها كتير بقى على قد ما تقدري، لحد ما تلاقيها بقت كلها ماسكة بعضها كده. انت والخليط اللي قدام. انا معايا 15 رغيف بس، هو كمية اللحمة اللي معايا والخضار مش هتكفي دول، بس انا كنت جايبها بزيادة يعني. لحد ما تلاقيها مسكت كلها في بعضها، بتحسي كأنها شمعت كده في ايدك. خلاص هي كده جاهزة بقى للحشو. طبعا العيش بتاعك كنت بتجيبيه اصلا، ما بتجيبيش عيش فيه بيبقى كله مورق كده، ما تجيبيش عيش لازم. تبدأي ان انت تعملي فتحة من الجنب بالمقص او بالسكينة. بس طبعا قبل ما بتعملي الحركة دي بتنفضيها من الردة اللي عليه الزيادة. طبعا هخلص كل الكمية معايا في التفتيح. لازم أن يكون مورق كده عشان خاطر يبقى الرغيف كله ملان لحم. صلوا على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة كتير، صلوا على النبي على قد ما تقدروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هبدأ إن أنا بقى آخد إيه كمية مناسبة على قد الرغيف، على قد ما أنت شايفة قدامك. أنت ما بتعمليش على قد ما أنت عايزة، لا على قد ما أنت شايفة، بحيث إن الكمية تكون مناسبة يعني، لا كتير قوي ولا لا كمية موسعة، بحيث برضو إنها تبقى مستوية حلو. يعني بحيث إن لما تيجي تاكلي القطمة تلاقي الحواوشي نفسه كله مستوي حلو. هتخلي اللحمة جوه سميكة برضه ما بتبقاش مستوية قوي. إيه حاجة كمية بسيطة بتخلي السندوتش كأنك بتاكلي عيش حاف. لا تحطي الكمية المناسبة زي ما انت شايفة. هي معايا كمية اللحمة بالخضار اللي قلت عليها ديت هتعمل معايا 10 ترغيف. نبدأ ان انا افردها بقى في الرغيف كله من كل الجوانب، ما تخليش بقى حتة فيها وحتة ما فيهاش. ابدأ افردي اللحمة بتاعتك في الرغيف. انا ساعات بعمله في الطاسة على النار، وساعات بعمله في الفرن، على حسب يعني. هو ما بياخدش سوى لا هنا ولا هنا.
يعني كل المدة اللي بياخدها سواء في الطاسة أو في الفرن لا تتعدى الربع ساعة. بقى طبعا بقى خلاص الكمية بتاعتك كلها، خلاص كمية اللحمة كلها قدامك فرد أو على قد ما انت عايزة. تبدأي تفردي ايديكي كلها. طبعا انا هوقف شوية عشان خاطر ما اطولش برضو عليكم الفيديو قوي. هوقف الفيديو شوية عشان الفيديو ما يطولش عليكم، لان الكمية ما شاء الله لسه في شوية، يعني في شوية وقت. انا كنت هنا معاكم وصلت لاخر رغيف اهوت، عملتهم معاهم ال10 دول. ابدا ان انا بقى اجيب الحاجة اللي انت هتحطي فيها، سواء صينية سواء حوض سواء إيه، ايا كان انت هتحطيه. طبعا الحوض ديت بتاعتي اصلا، بس يعني بقى لها إيه حوالي 16 17 سنة. بعمل فيهم كل حاجة بقى، سمك فراخ لحمة حواوشي بحمص سوداني بقى اي كل حاجة. فطبعا باظوا اصلا. بس اكيد مش هنرميهم يعني. ابدا ان انا ارص الحواوشي بتاعي بقى، بدهن الحاجة اللي قدامك دي زيت سمنة الموجود عندي، وهرجع تاني هدهن وشهم تاني ووش الرغيف عشان يبقى فيه اللمعة الحلوة اللي احنا بنشوفها بتاعة المطاعم دي. طبعا انا هنا بقى كنت دخلتهم الفرن اهو. اول ما بحطه على نار عالية شوية بس لحد ما يسخن كده الفرن كله. هنا بقى كان طلع معايا. في ناس بتحبه غامق شوية عن كده، في ناس بتحبه فاتح شوية عن كده، بس لو عندك اطفال بتطلعيه افتح من كده شوية عشان خاطر يعرفوا ياكلوه ما يبقاش ناشف عليهم. شوفوا اللحمة جميلة ومستوية ازاي جوه. هي برضو بتكش شوية بس يعني ايه مش قوي. وبرضه يا جماعة مش شرط الحواوشي وكل لحمة بلدي او لحمة، كل واحد بيجيب على قده. يعني مثلا مش في امكانك تجيبي لحمة بلدي مفيش مشكلة، في لحمة مجمدة في لحمة مفرومة. في لحمة بتبقى كبيرة في السن واحنا بنجيبها نفرمها ديت، عاد كل واحد بيمشي على قده. مش عشان خاطر انا مش معايا فلوس اجيب البلدي يبقى ما اعملش، لا اعملي لولادك كل حاجة، بس يعني كل واحد بيمشي على قده كله بيبقى حلو. هنا خلاص كانت الكمية تحت خلصت. طلعتها من الفرن كمان. لو عندك اطفال بتطلعيه إيه مش متحمر قوي.